حلوا عينيكم. السياره اللي راها تمشي اليوم ما عندهاش الريزيرفوار وما عندهاش الموتور، ميم تعطيه له باطل يقول لك وين نديرو. بدلوا التكنولوجيا، وحنا رانا مرتبطين بالمحروقات ومازال اقتصادنا معتمد على المحروقات. المغرب راه يستالي في 7 تاع لي ستاسيون نيكليير بور لو ديسالمون دو بور ليليكتريسيتي، والمستثمرين تاع الخليج راهم يستثمروا تما، عنده في هذه الطاقه لانها اقل تكلفه وهي رهان المستقبل. اسبانيا في برشلونه المتر مكعب، المتر كيب دو كوت 15 دينار الجيريان، 15 دينار، وتمد الكهرباء كل منطقه برشلونه. اذا علاش الغاز والبترول ماهوش مشكل اسعار، مشكل سوق، ما بقاش السوق. لذلك انا لازمنا نعرف واش نديرو. رغم ذلك الحمد لله خارج قطاع المحروقات ما نحسبوه لا بدورو لا ب10 دورو. الجزائر اغنى دوله في العالم، وهذا بفضل ارض الشهداء. انا سميتها ارض الشهداء وغادي تعرفوا السبب علاش. لاننا اذا كان ما عرفناش الارض نتاع الجزائر وما عرفناش الجغرافيا تاع الجزائر ما نجموش نديروا تنميه. العالم كله فيه 40 مليون هكتار مناخ 4 سيزون، 4 فصول. العالم كله فيه 40 مليون هكتار. الجزائر وحدها عندها 32 مليون هكتار، وكل العالم الباقي يتقاسم 8 هكتار، وحنا وحدنا عندنا 32 مليون هكتار. اسمعوا، هذه راها مفيده جدا باش تعرفوا رهانات المستقبل وباش ننبهوا المسؤولين تاعنا لانهم مسؤولين على الاجيال القادمه. اذا ما معناه 4 فصول؟ لان النمو البيولوجي ما يتوقفش، لان المناخ معتدل طول السنه. 4 فصول معناه هذا يعطي انتاج نتاع المواد المضاده للاكسده، سكون نابيل لي زونتي اوكسيدون. هاد المواد اللي راها مشهوره بها اسبانيا، البرتغال، جنوب فرنسا، جنوب ايطاليا، اليونان، دول الادرياتيك، المغرب شويه، تونس شويه، وكذلك موجود في كاليفورنيا في لا سيليكون فالي، ماشي كاليفورنيا، لا سيليكون فالي تاع كاليفورنيا، وموجود في المكسيك. اذا كان قارنا بين الاقتصاديات، السيليكون فالي شحال فيها من هكتار اللي تستفد من المناخ هذا؟ 3 ملايين هكتار، 3 ملايين هكتار. شحال ينتجوا في سيليكون فالي الامريكيين؟ 600 مليار دولار تاع مواد زراعيه. هي الاقتصاد الامريكي، هي لو بومون تاع ليكونومي امريكان. المكسيك عنده 900 الف هكتار فقط، 900 الف هكتار، الاقتصاد تاعو مبني عليها. تجي من بعد كاليفورنيا كاين اسبانيا، مليون و600 الف هكتار. اسبانيا تنتج 400 مليار دولار تاع مواد زراعيه. لان السبب في هذا المناخ كاين نقطتي التقاء. كاين نقطه موجوده عند لوس انجليس جايه في البحر، المفعول تاعها يكمل في البحر على 3 جهات، وجهه الجنوب تمس لا سيليكون فالي 300 هكتار، وتمس المكسيك 900 الف هكتار. شكون اللي يقول لي النقطه الثانيه وين موجوده؟ اللي يعرفوا الجغرافيا تاع الجزائر، نقطه الالتقاء ما بين الخط المتوسطي 35 والجرينيتش، وين جايه؟ في تيغنيف، نفس المنطقه في تيغنيف. اذا هاد الدول تاع البحر المتوسط كلها تتغذى من المناخ الجزائري، كلها احنا نعطيوها. كاين لا زون ا، كاين لا زون بي، كاين لا زون سي، وكاين لا زون دي. اسبانيا عندها 300 الف هكتار في لا زون ا، 600 الف هكتار في لا زون بي، و700 الف هكتار في لا زون سي. المغرب عنده الحدود الجزائريه، بركان والمنطقه تاع بركان 150 الف هكتار، عنده شبه متوسطي نتاع مكناس فاس، هو اللي هو بلاطو تاعنا، هو عنده واحد 300 الف هكتار. احنا عندنا المقابل تاعها
الهضاب العليا والسهوب 60 مليون هكتار. باش تعرفوا الفرق بيننا وبين الدول المجاوره. عنده الاخرى اللي جايه من جهه المحمديه، الدار البيضاء، القنيطره، تما جات بعيده في لازون سي، وكي تمشي لازون الاكادير وكل شيء راها تقترب من لازون دي وهي دي زونكلاف. البرتغال عنده واحد 500 هكتار في لازون سي. فرنسا العدوه تاعنا اللي كانت عدوه تاعنا كانت مستعمرانا عندها لا بروفونس 288 هكتار في لازون سي. ايطاليا عندها 350 هكتار في لا زون A et B et C. لي بيي ادرياتيك كيما نقولوا اليونان والدول هذوك الادرياتيك. اليونان ولايه تاع وهران القوه الزراعيه نتاعها اكبر من كل اليونان. اليونان هذا دوله زراعيه. شحال عنده؟ عنده 200 ألف هكتار. الدول الادرياتيك كاع بيناتهم 150 هكتار. لأن علاش؟ لأن السبب علاش؟ نعطيكم على سبيل المثال. هنا في الميتي جوار رانا في لازون A، المنطقة ألف مليحة، بصح كي تطلع القمة نتاع الشريعة رانا في لازون سي، وفي الوسط لازون بي، خاطر لما نرتفعوا للعلو نفقدوا درجة الحرارة. عندنا جرجورة سي ان بول نور توجور جليد فيه. إذن كي نقارنوا المنخفضات اللي موجودين في العالم نلقاو حنا عندنا في الشمال الجزائري عندنا 16 مليون 500 ألف هكتار. عاودنا الحوض تاع بيسكرالواد والولايات المجاورة 9 ملايين هكتار، وعندنا الثورة 7 ملايين هكتار. هذا لو بريمي شوا. اي لو دوزيام شوا و تروازيام كاتريام شوا سي لو هو بلاطو اي لا ستيب، سي 60 مليون ديكتار. إذن حنا نفوقوا أمريكا 10 مرات زراعيا. 10 مرات. أمريكا عندها 300 هكتار لا سيليكون فالي، وعندها 12 مليون هكتار في تكساس. تكساس كيما الهضاب العليا تاعنا كيما السهوب. إذن حنا عندنا 60 مليون هكتار أكثر من 5 مرات تكساس، وعندنا المنخفضات اللي كيما لا سيليكون فالي عندنا 10 مرات لا سيليكون فالي. إذن الاقتصاد تاع الجزائر غادي يكون أكبر اقتصاد في العالم، يكون أكبر قوة زراعية في العالم. وزيد بالزيادة المنتوجات تاعنا أحسن منتوج. مثلا لما نشوفوا التمر في أمريكا كراميل، التمر نتاعنا تاع بيسكرالواد ونتاع الثورة سيدي فريكتوز دواء. التمر تاعنا دواء، التمر تاعهم ماكلة ولادة. إذن زيت الزيتون حنا قادرين نتجو زيت الزيتون دوبل ليزون، الربطة المزدوجة. لا دوبليزون يعتبر دواء لأن لو بي اش بازيك. اسبانيا عندها الويل دوليفيرت سا نا ريان افوار افيك الويل، عندها 300 هكتار هذيك اللي تعطيها لا دوبليزون. احنا عندنا الملايين من الهكتارات. احسن برتقال في العالم هو البرتقال الجزائري. اذا البرتقال الجزائري هذا مثلا نشوفوا امريكا غير تنتج اكثر من 150 مليار دولار تاع حوامض ما بين لا سيليكون فالي تاع كاليفورنيا وفلوريدا. لما تمشي للسوق الامريكي تسيب برتقال يدير 10 دولار، وتسيب برتقال حظاه 2 كيلو بدولار. تسال علاش؟ يقول لك هذا نوعين تاع لا سيليكون فالي تاع كاليفورنيا، وهذا تاع فلوريدا ماشي فيه الحموضه وكل شيء. لما تقارن البرتقال تاعنا نتاع محمد ياشلف وهنا لا ميتيجا ولا الحوض تاع النابه ولا نتاع بوسعاده 1000 مره خير منهم الامريكيين، يشهدوا بلي 1000 مره خير من تاعهم نتاع كاليفورنيا. اذا حنا عندنا الذهب فوق الارض ماشي تحت الارض. الذهب نتاعنا فوق الارض ماشي تحت الارض. لذلك احنا في 76 نذكروا في 96 تدخل تاع المنظمه الوطنيه لأبناء الشهداء أثناء الاقتصادي والاجتماعي. باراغراف غير فقرة من التدخل هذاك اللي كان يقراه أخينا الطاهر بن بعيبش في النقاش الاقتصادي والاجتماعي. إن المتر المكعب من المياه إذا وجه للصناعة فإنه يأتينا بخسارة، وإذا وجه لسقي شجيرات الزيتون فإنه يعطينا على الأقل 10 لترات من أجود زيت الزيتون في العالم التي تعطينا أمنا غذائيا وعملة صعبة. فلماذا أصبحنا نبدد إمكانياتنا في صناعة خاسرة غير قادرة على المنافسة؟
في حين أن بلادنا قادرة على الدخول في السوق العالمية ومن باب واسع في كثير من المواد الزراعية والخدمات السياحية. دكتور يجب إعادة النظر. نعم باختصار. اختصار. دكتور من فضلك. نعم نطلبوا منك الاختصار لأن الوقت يداهمنا وعندنا ضيوف. لا باختصار. صح. يجب إعادة النظر في سياسة المياه وتوجيه الاستثمارات الكبرى نحو المياه باعتبار أن المياه تشكل الثروة الأساسية والدائمة للبلاد. السؤال المطروح: كيف أن الجزائر استثمرت العشرات الملايير من الدولارات في المحروقات في حين أن الاستثمار في المياه لا يمثل أي شيء؟ يا هل ترى ما هو الأثمن الأكثر مردودا، الماء أم البترول؟ يجب استعمال الحساب والعقل محل العاطفة. لقد بات منذ الأزل إلى اليوم أن من يكسب المال يستطيع كسب كل شيء، ومن يفقد المال لا يستطيع كسب أي شيء. إذن الرهان تاع الجزائر هو المياه، والمياه نتاع البحر اليوم في التقنيات العصرية رجعت في متناول الزراعة. أنا شخصيا قلت لهم ما ديروش لي جيانال، قلت لهم ديروهم دي سالموندو. لو كان درناهم دي سالموندو هذوك الدراهم لو كان رانا نسقوا بهم 5 ملايين هكتار، نصدروا 300 مليار دولار ونخدموا كل الجزائريين ونعيشوا كوم دي روا. إذن الشيء اللي نطالبوا به عمل الصناعة حتى تحلية المياه البحر صناعة، تحويل المياه صناعة، الزراعة بروحها صناعة، تحويل الزراعات صناعة، كله صناعة. أنا نمشي وين نربح، ما نمشيش وين نخسر. وين راهم زين كما نقولوا هنا في عنابة. إسبانيا كانت عندها أكبر مركب للصلب في فالونس، كي جا خوان كارلوس بلعوا في 24 ساعة، العمال احتجوا قلعوا فالونسيا حتى لمدريد على رجليهم، غلقوا إسبانيا. استقبل الروا خوان كارلوس، استقبل لي ريبريزونتون تاع العمال، قال لهم وين راه المشكل؟ قالوا له موتشاتشو واش ياكلوا؟ قال له واش ياكلوا؟ قال لهم كال سون لي سالير؟ قال لهم اونتر 300 و 600 بيسيت هذاك الوقت، 300 بيسيت و 600 بيسيت. قال لهم شيء بسيط، اللي يخلص 300 نمشي لدارو نعطيه 600، واللي يخلص 600 يمشي لدارو نعطيوها 1200. واش داروا من بعد؟ قال لهم ثقوا فينا، حولوا هذوك المياه حولوهم سهل، راه قبل طوهرن ما بين بنيدور ميس ايفالونس 150,000 هكتار. الدولة الجزائريين تاعنا، الدولة العمال تاع المزارع نتاعنا تاع محمدية شلف والمتيجة غرسوا لهم البرتقال في 150,000 هكتار. اسبانيا تصدر 30 مليار دولار تاع حوامض. احنا نقلعوا المال الحوامض ونمدوها لصناعة خاسرة. ايه هذا هبال، هذا هبال. والمواد هذه المضادة للأكسدة، المواد المضادة للأكسدة أصبحت سوق عالمية لأنها مرتبطة بالصحة، تقي ضد السرطان، ضد أمراض الشرايين، ضد عدة أمراض. إذن أصبحت عندها غير الصين تطلب 300 مليار دولار، إلا الصين. شوف الهند، شوف دول كل آسيوية الباقية، أوروبا، أمريكا، كل دول